بعد تفكير كبير وعصر الدماغ، احنا كلنا يا جماعة عايشين كبشر، يعني بناكل عشان نعيش، صح؟ لا، في ناس بقى عايشة عشان تاكل. عارفين انتوا الاشخاص دي منتشرين على الفيس بغباوة. عارفين يعني، عارف يعني ايه تبقى عايش عشان تاكل؟ طموحك في الحياة كلها اكل. يعني زي مثلا انت عندك على الفيس تلاقي مثلا ايه، مشير لك ايس كريم وحاجات كده، شوكولاتات وبتاع، يقول لك احلى حاجه في الدنيا. خلاص يا ابن دي بقت احلى حاجه في الدنيا بالنسبه لك؟ شوكولاته بتسيح وايس كريم وبتاع، دي احلى حاجه في الدنيا بالنسبه لك؟ شخصيات لزجه انا عارفها كده، بس بنقابلها كتير، كلنا بنقابلها كتير. عشان كده زي ما عملت فيديو عن البومبا وتحليل الشخصيات، انا هعمل لك تحليل شخصيه عن شخصيتك وانت بتاكل. في اكتر من كده؟ ازاي؟ صح؟ هات ودانك. في كام شخصيه معفنه نعرفها، طول ما هي قاعده بتاكل، دي اول شخصيه واهمهم، تبقى قاعده بتاكل كده، لازم نعمل صوت وهو بياكل، لازم. يا سلام بقى لو حد يعمل لك تكريع في النص كده، لازم يقرفك في الاكل. بص، هو يعني مع الطبق بتاعك، يا اما هو شخصيته كده، هو معفن، هو معفن، يعني لازم يعمل صوت في الاكل، لازم يقعد يفسي طول ما هو قاعد، لازم يقعد يعمل اصوات غريبه يقرفك في الاكل، يقوم واكل هو. عكس ده في المحترم، في اللي تبقى قاعد مثلا بتاكل معاه او حاجه، في حته لحمه بس قلت تسيبها له كده كده، ما جلاش خلاص. لازم انت لو مثلا ايه، في بيتك بقى قاعد عازم واحد صاحبك على الغدا وبتاع، في نفس الموقف ده بيكون فيه العشوائي، صاحبك اللي انت جايبه عندك البيت، تيجي تقول له تاكل ايه يا حبي؟ لا مش قادر والله، بص لسه واكل اكل باكي وبطني خلاص منفوخه على الاخر، مش قادر. يقول لك انجز يا عم تتحور لها، انا وانت في اوضه لوحدنا، ما حدش ياكل معانا، محدش ياكل معانا. طب بص بقى، خش لي على الثلاجه كده، ما تسيبهاش ما تسيبش حاجه فيها، خش لي عليها، يقعد يشمر لك كده وبتاع، وبص اول ما الاكل يجي تحسه ياكل بايده ورجليه، ما تعرفش هو ازاي كده، انت ازاي في لحظه تحولت لهذا الشخص المغولي. في بقى الشخصيه الثالثه او الرابعه اللي هي الخبيثه. الخبيثه، ها فاكر الخبيث ده؟ الخبيثه دي اللي هي تبقى زي حالاتي مثلا، مسمار 10 اهو، بس اكله، يعني انا بقعد الاكل كله كده، انا مش عارف انا باكل اكل، يعني بيخش من هنا مش بيعدي هنا خالص، مفيش كرش، بيخش يخرج على طول. هو ده الخبيث، ياكل وياكل 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 وفي الاخر ما يزيدش كيلو. ده اللي الناس اللي بتحسده عليه والله، اللي هو يقعد مهما كل، ومن النبي لو عملت ايه ما مش هتخن، انا مش هتخن. في الحما. الشخصيه الحما دي اهم شخصيه في الفيديو كله، اللي هو ملوش في الاكل، ولا ليه في اي طبيخ، ولا ليه في المطبخ، ولا ليه في الحلويات، ولا ليه في اي حاجه. بس يا ويلك يا سواد ليلك، لو انت عامل دايت وقاعد قدامه، هيعمل لك اعلان لكل حاجه هو بياكلها. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، الشوكولاته بقى دي بص تجنن اوه، هي ازاي كده؟ دي مش شوكولاته يا جماعه. وانت عامل دايت يعني قدامه قاعد، اديك باللي في رجلي ولا اديك باللي في وسطي ولا اعمل فيك ايه؟ ده شخصيه حلها الوحيد انك تديها بومبا في وشها، تعميه، لازم تعميه، ما ينفعش يبقى قاعد قدامك كده. ده فعلا يا جماعه روعوا شعور الناس اللي بتعمل دايت. الناس دي غلبانه، الناس دي بتجري على لحم عيشها، يعني فاهمين قصدي؟ يعني ارحموهم شويه، مش كده. في مين تاني؟ في الشخصيه البلاعه. الشخصيه البلاعه دي اللي يبقى قاعد بياكل اي حاجه في اي وقت في اي ساعه في اي مناسبه. ده اللي ممكن تلاقي مثلا الساعه 4 الفجر قام عمل مكرونه بشاميل عادي جدا، ما عندوش مشكله، بياكل. هو ده بص فاهم الحياه صح، والله قاعد بياكل اي حاجه في اي وقت. ده الشخصيه مثلا اللي هي الايه، السيكولوجيه، اللي فاصله الجهاز الهضمي عن اي جهاز تاني في جسمها كله بقى. زعلان بياكل، متضايق بياكل، فرحان بياكل، بيعيط بياكل، ده بياكل في اي وقت، وما عندوش اي مشكله في اي حاجه. عرفتوا بقى ان انا ممكن احلل شخصياتكم من اي حاجه انتوا عايزينها. الموضوع مش واقف على البومه بس يا جماعه، الموضوع منتشر ومتوسع، انت بس شغل الجمجمه. انا خبيث، انت ايه؟